منطقة جبالة. جولة أثيرية رفقة الأستاذ الباحث بلال الدهية لاستكشاف تاريخ قبائل جبالة. إعداد وتقديم عبد الإله الحليم. إخراج محمد غربي. أهلا بكم سيداتي سادتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة برنامجكم في ربوع منطقة جبالة، لنواصل رفقة الأستاذ بلال الدهية الأستاذ الباحث في تاريخ منطقة الشمال، لنواصل معه جولتنا الأثيرية عبر ربوع منطقة جبالة لاستكشاف تاريخ القبائل الجبلية بهذه المنطقة. في حلقة اليوم ننتقل صحبة الأستاذ بلال الداهية إلى قبيلة بن عروس الدائعة الصيد. وشهرة قبيلة بن عروس نابعة من كونها تعتبر موطن الأشراف العالميين. بقبيلة بن عروس وتحديدا بقمة جبل العالم يوجد مرقد القطب الرباني مولى عبد السلام المشيش، أحد أكبر أقطاب الصوفية في المغرب والعالم الإسلامي. قبيلة بن عروس كما يقال هي قلب جبالة، تحيط بها عدة قبائل: جبل الحبيب، بني يدر، بني حزمر، بني ليت، الخماس، بني يسف، سماتة، بني قرفط، بداوة ومزورة. أستاذ بلال الداهية، مرحبا بك في برنامج في ربوع منطقة جبالة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بجميع مستمعينا الكرام. نحط الرحال اليوم للأستاذ بلال الداهية بقبيلة بن عروس، وتسمية القبيلة بهذا الاسم بن عروس لا شك أن لذلك قصة أو حكاية متداولة في أسطورة الموروث الشفوي. صحيح. لا توجد أي نصوص مكتوبة حول هذا يعني طبعا في المصادر وليس في المراجع الحديثة حول هذه التسمية، بل توجد حكاية شعبية متواترة منذ قرون حول أصل هذه التسمية. طبعا الاسم مرتبط بالأشراف العالميين، وتحديدا بسيدي أحمد المزوار الذي يوجد ضريحه في سماتة في قرب خرائب قلعة حجر النصر التي كانت موضوع حلقة سابقة. فابن سيدي أحمد المزوار هو سلام العروس، سلام الملقب بالعروس، الذي طبعا العروس هو صفة للشخص مرتبطة بزواج أو زفاف أو ما إلى ذلك. فالحكاية التي تروى حول سلام العروس لها نظائر في التاريخ المغربي، لها ما يشبهها. يقال بأن 8 طوائف من السكان الأصليين لهذه القبيلة كانوا يرغبون في استقطاب أحد الشرفاء ليسكن تيمنا بأهل البيت. نعم، تيمنا بأهل البيت وفق العادة الجارية في المغرب في مناطق كثيرة من المغرب. فذهبوا إلى سيدي أحمد المزوار الذي كان قد نزل حينها في قرب حجر النصر في خلوته، فطلبوا منه أحد أبنائه ليرافقهم إلى أرضهم، يعني يسكن معهم في قرية في المنطقة اللي الآن كتسمى بني عروس. فهاد الأبناء ديالو يقال بأنه كان بقى كيختبرهم، كيعمل لهم اختبار، كيقول لهم اذا اداك شي واحد شنو غتعمل له، شي كيقول له نرد عليه، شي كيقول له غادي كذا. فهذا سلام العروس حينما سأله ماذا ستفعل إذا آذاك أحدهم، فقال أستغفر له الله. فقال لهم هذا الذي يصلح ليذهب معكم. فلما كان مغادر فهو كان آنذاك عريسا جديدا، يعني حديث العهد بالزواج. حديث العهد بالزواج. فقال لهم أعطيتكم ابني عروسا، فسمي بسلام العروس، وسميت القبيلة بقبيلة بن عروس تيمنا باسمه. وطبعا هو جد قسم كبير جدا من سكان هذه القبيلة. نتكلموا على التشكيلة السكانية لهذه القبيلة قبل تسميتها ببني عروس. قبل تسميتها ببني عروس لدينا أطروحة أو فرضية بأن سكان هذه القبيلة كانوا من صنهاجة،
أو من غمارة، وغالبا الفرضية الثانية الصحيحة، لأن ابن خلدون يتحدث عن لجوء الأدارسة إلى جبال غمارة في يسميها بهذا الاسم. هل هو من باب تسمية الجزء باسم الكل ولا شي حاجة أخرى؟ لا ندري بالضبط. عموما المداشر في قبيلة بني عروس جلها يعني عندنا أسماء أمازيغية. نعم، باستثناء الفرقة العزابة، لأن قبيلة بني عروس هي 6 الفرق، اللي هي فرقة يرقود وأبياط، فرقة المداشر، وراء الظهر، وابن ومرس، والعزابة. العزابة هي اللي فيها الأسماء عربية بزاف. أما الفرق الأخرى فمعظم الأسماء هي أسماء المداشر أمازيغية. نعم. أسماء المداشر، أتحدث عن توبونيميا. أما العزابة وحتى من الناحية الزمنية، هذه الفرقة العزابة هي حديثة النشأة، ماشي في حال آخرين. بالنسبة لبني ومرس اللي هي واحدة من الفرق بني عروس، فهي بنسبة 99% هي قبيلة أخرى، غير اندمجوا مع بني عروس وصافي، بسبب الغزو البرتغالي الذي خرب قراهم. سنأتي الحديث عنه لاحقا. فهدو اندمجوا مع بني عروس وصافي. أما العزابة فهي عبارة عن إقطاعات لبعض الأشراف، فهدو عبارة عن فلاحين كانوا كيجيو كيشتغلوا في هذه الإقطاعات، ولهذا الطوبونيمية ديالها فنجبروا فيها أسماء عربية: السلاطنة، البراهمة، الجهيمات، القصيبات، ولاد مسعود، خيام زيدون، وأولاد الشاوي، أسماء أخرى من هذا النوع. في حين الأسماء أخرى زي طردان، تازيا، يكمل أسماء أمازيغية. تازيا مثلا، بزاف الأسماء اللي هي ذات طابع أمازيغي، قليل فيها اللي هو عربي في المناطق اللي فيها الأشراف العالميين، بحال مثلا الحصن، يعني أسماء عربية قليلة، كتجبر شي واحد هيدا في أو جوج في كل عين حديد. عين حديد مثلا. أما آخرين أفكر، كاين أفكر اسم قرية بالأمازيغية اللي هو سلحفة بالأمازيغية. إذن التشكيل السكاني لقبيلة بني عروس هي تشكيلة متنوعة، وإن كان يغلب عليها طابع الأشراف. نعم، إذن عندنا مجموعات من السكان اللي هما أقدام في المنطقة. عندنا بني ومراس، زائد العناصر اللي هي صنهاجية أو غمارية أو حتى كتامية في المنطقة. ثم عندنا وافدين أندلسيين، هذه نقطة مهمة يمكن نرجعوا لها. ثم عندنا عنصر الأشراف اللي هو تكاثر بواحد الشكل كبير لدرجة أنه غلب على القبيلة من الناحية البشرية. فهذه هي العناصر الأساسية اللي عندنا في هذه القبيلة، قبيلة بني عروس، زائد بعض العناصر اللي هي عربية في هذه العزابة تحديدا. فلاحين كيجيو كيشتغلوا تما، كيستقروا، فهما أصولهم عربية في الغالب من القبائل الخلوط وقبائل ديال المنطقة السهول الأطلنطية. نتكلموا على الوافدين الأندلسيين بقبيلة بني عروس. نتكلموا على الأندلسيين، عاد نرجعوا للأشراف بالفعل. بالنسبة للأندلسيين، قبيلة بني عروس متميزة بلهجة جبلية جميلة جدا. يغلب عليها طابع الإمالة الكبيرة، يعني اللي وهي لهجة أو لكنة جبلية قحة. نعم، وهي تشبه إلى حد كبير لهجة الأندلس. فهذا واحد التأثير كبير هذه الهجرة الأندلسية في اللهجة. عندنا الموسيقى في قبيلة بني عروس متأثرة بالآلة الأندلسية، حتى السمع والمديح. نعم، حتى السمع والمديح فيه نغمات أندلسية. نعم. وحتى بعض المدن خصوصا تطوان وشفشاون، السماع والمديح والآلة المستخدمة كلها اللي هي أندلسية، كلها تستخدم عائلة أصلا بني عروس، هي اللي مشهورة بها. مثلا عائلة شقر في شفشاون، وعندنا عائلة بن الأمين في تطوان كانت مشهورة بالآلة الأندلسية. هي عائلة عروسية. عائلة عروسية في الأصل، جوج بها، لا شقر ولا بن الأمين، شرفاء القوس سابقا. فحتى من الناحية البشرية هناك أثر لهذه الهجرة الأندلسية نلمسه في بعض المناطق. مثلا في ظهر جعادة عندنا عائلة سعود اللي هي عائلة أندلسية مشهورة، أصلها من القبائل العربية اللي كانت في المغرب، وهاجرت في العهد الماريني الأندلس، ثم عادت إلى المغرب من جديد. إذن هذه الهجرة الأندلسية كان عندها أثر ثقافي وفي اللهجة أكثر من أثرها البشري في المنطقة بني عروس، بخلاف بعض القبائل الأخرى اللي كان الأثر فيها بشري أكثر مما هو ثقافي واجتماعي.
وهذا الوافدين الأندلسيين مرتبطين يعني بعد احتلال الإسبان لمدينة العرائش سنة 1610. نعم، كاين واحد الاتجاه يقول بأن سكان العرائش بعد سقوطها، لأن هي أصلا مرتبطة بهم، كانت كتسمى عرائش بن عروس قديما، فحينما سقطت المدينة أو سلمت المدينة إلى الإسبان في 1610 من طرف المأمون السعدي، فسكانها واحد العدد كبير منهم كانوا أندلسيين، فغادروا هذه المدينة، غادروا العرائش ونزلوا في هذه القرى المنتمية إلى قبيلة بن عروس، خصوصا المنطقة اللي هي قريبا من العرائش أكثر. هذه الهجرة هذه تقابلها هجرة أخرى من مدينة أصيلة، حتى مدينة أصيلة كان فيها واحد الفئة من الأندلسيين وهاجروا إلى قبيلة بن عروس أيضا. في ربوع منطقة جبالة. ونحن أستاذ بلال الداهية نتحدث عن قبيلة بن عروس، يجري الحديث عن ما يسمى ب7 رجال، على غرار ما نسمع عن 7 رجال بمنطقة مراكش. شحال هذه كانوا كيقولوا اللي كيزور مولاي عبد السلام ما تكتمل له الزياره حتى يجوز على 7 رجال كاملين بن عروس. هذا التقليد 7 رجال هو تقليد موجود في المناطق كثيره من المغرب، بحال مراكش، بحال مثلا حتى غماره عندهم 7 رجال. كاين تسميه ب7 رجال هنا في الشواطئ هنا قريبه من تطوان. بن عروس عنده 7 رجال اللي هما سلسلته عبد السلام بن مشيش، مولاي عبد السلام، اجداد مولاي عبد السلام بن مشيش، سلسله اجداده. ذكرهم لنا. واخا عندنا الاول خارج بن عروس اللي هو سيدي احمد المزوار، اللي دافين سماته حجرة النسر. نعم، قلعة حجر النسر قرب متشر دار الراطي، هو الأولي. ثم عندنا بعده سلام العروس، ابنه سلام العروس الذي نزل وكان يعيش في قرية مجمولة. يقال بأنه حينما نزل في مجمولة يعني الذي أنزله، يعني هذوك اللي مشاو جابوه من سومة، الذي أنزله هناك قال له أهديتك إياها مجمولة، هذه الأرض فتسمى ديك القرية مجمولة. فهو ضريحه يوجد قربها قريب من السوق الخميس. ثم ابنه عيسى بعد سلام العروس، ابنه عيسى هو الثالث دفين بوعمر. ثم عندنا سيدي حرمة هو الرابع، هو دفين قزلين. ثم عندنا الخامس سيدي علي وهو دفين سوق الخميس، أصلا كان كيتسمى في الوثائق القديمة خميس سيدي علي، سوق الخميس بن عروس. ثم عندنا سيدي أبو بكر اللي هو الجد الجامع للأشراف العالميين، أن هذو كاملين كان عندهم غير أبناء قلائل، ما كانوش كيتوالدوا بزاف، بينما أبو بكر هذا أبو بكر العالمي الجد الأعلى للأشراف العالمي عنده أبناء كثر، فهو دفين متشر عين الحديد، وتوفي في عام 530 هجرية قبيل بداية دولة الموحد، يعني في أواخر عصر المرابطين. ثم ابنه سيدي مشيش والد مولاي عبد السلام بن مشيش، فمشيش دفين أغيل ومكان مهجور قرب بوعلقمة، قرب قرية بوعلقمة، فهو آخر هؤلاء الرجال السبعة. وابنه مولاي عبد السلام بن مشيش طبعا هو القطب الأكبر الذي يلي هؤلاء الرجال السبعة. طبعا الحال أستاذ بلال الداهية، شهرة بني عروس مرتبطة بشهرة القطب الرباني مولاي عبد السلام بن مشيش. حدثنا باختصار شديد عن سيرة هذا الرجل المتصوف الزاهد مولاي عبد السلام بن مشيش. مولاي عبد السلام هو أحد أقطاب التصوف بدون شك في العالم الإسلامي بأكمله، كونه شيخ أبي الحسن الشاذلي الذي انتشرت طريقته الشاذلية في بقاع الأرض. نعم، في بقاع الدنيا بأكملها. فشهرة مولاي عبد السلام من شهرة تلميذه أبي الحسن الشاذلي. مولاي عبد السلام هو رجل بدوي من أهل البادية. أين كان مقيما؟ هو ابن المنطقة، ابن جبل العالم، وولد هناك، ولكنه انتقل وهو صغير إلى سبتة ودرس فيها، انتقل إلى مناطق كثيرة من المغرب وساح في بلاد كثيرة لتلقي العلم، وأخذ عن شيخين اثنين، واحد هو سيدي الحج أقطران دفين قرية قريبة من باب تازة في قبيلة الأخماس. ثم شيخه الثاني هو سيدي عبد الرحمن المدني
الملقب بالزيات المدفون في قرب قرية سطيحات في غمارة. فهذم الشيخان الأكبر لمولاي عبد السلام بن مشيش. ثم عاد إلى مسقط رأسه. مولاي عبد السلام كان يحب الانزواء عن الناس، لم يكن يحب الشهرة، فهو تؤثر عنه أقوال في رجل زاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا، يعني يمثل المعنى الحقيقي للزهد. هو تؤثر عنه حتى أقوال يدعو فيها الله بأن لا يشتهر في حياته، من خلال الصلاة المشيشية المشهورة المشهورة، يعني اللي هي صيغة خاصة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحياة الحافلة بالتصوف والزهد. هناك حوار بينه وبين أبي الحسن الشاذلي. نعم، هناك حوار مشهور بينه حينما أخذ عنه أبو الحسن الشاذلي التصوف وترك له وصايا. والحوار هو على شكل حتى أبو الحسن الشاذلي يقول قال لي شيخي وقلت لشيخي وقال لي شيخي، يعني هذا الحوار حفظته الكتب التي ترجمت لأبي الحسن الشاذلي، وأقدمها للكتاب الذي ترجم لابن عطاء الله السكندري الذي ترجم لأبي العباس المرسي وشيخه اللواء أبو الحسن الشاذلي. فبين هذه الوصايا التي أوصاه بها مثلا يقول له: يا علي، في هذا الحوار هذا، يا علي أبو الحسن، يعني أبو الحسن الشاذلي، صعدت إلينا فقيرا من علمك وعملك فحصلت على غنى الدارين، يعني جئتنا فقير من العلم والعمل فخرجت كما أنت عليه الآن. فعبد السلام بن مشيش كان رجلا كما قلنا زاهدا، وله آثار في المنطقة، الخلوة ديالو، المسجد ديالو المسمى جامع الملائكة، العين التي كان يتوضأ منها مسمى عين البركة. ربما يحتاج إلى عدة حلقات مولاي عبد السلام بن مشيش، ولكن باختصار شديد: الرجل مات شهيدا. نعم، قتل، هذه النقطة اللي كنت نتكلم عليها، قتل في عام 622 للهجرة على يد محمد بن أبي الطواجين الكتامي المعروف بالتنبؤ، الذي تنبأ في المغرب وكان يشتغل بالكيمياء بمعناها القديم، اللي هي ذات طابع سحري بالدرجة الأولى. فمولاي عبد السلام رغم أنه كان يحب الانزواء، حينما ظهرت دعوة ابن أبي الطواجين هذا اضطر إلى الخروج للناس لتفنيد هذه الدعاوى وهذا الدجل الذي كان يقوم به ابن أبي الطواجين. فحاول ما أمكن ابن أبي الطواجين أن يتجنب مولاي عبد السلام، ولكنه في النهاية اتفق مع بعض أتباعه على أن يقتله غيلة وهو يصلي الفجر. نعم، يتوضأ لصلاة الفجر، فغدروا به وقتلوه. وهناك أبعاد لهذه القصة يعني في الأطروحات المعاصرة. المهم أن هذا المقتل ديالو سينتهي بانتقام عسكر سبتة حسب ما يقول ابن خلدون لهذا العملية القتل، وسينتهي محمد بن أبي الطواجين بنفسه مقتولا في وادي لو في قبيلة بن سعيد. نعم، في واد لو. إذن حدثنا الآن سي بلال الداهية عن ذرية مولاي عبد السلام بن مشيش. ذرية مولاي عبد السلام بن مشيش هي أكبر فئات الأشراف العالميين التي انتشرت في قبيلة بني عروس. فعندنا مولاي عبد السلام ترك 4 أبناء، اللي هما محمد وأحمد وعلي المعروف بعلال وعبد الصمد. بالنسبة لعلال وعبد الصمد ذريتهما أقل، وهي أغلبها منتشرة خارج هذه القبيلة بني عروس، بينما محمد وأحمد ذريتهما أكثر. فمحمد ذريته هم الأشراف الوهابيون، ولد عبد الوهاب، وأخوانهم أولاد الردام. هذم جوج العائلات الكبيرة اللي هي من ذرية محمد بن عبد السلام بن مشيش. ثم من جهة أخرى عندنا شقيق عبد الوهاب الأكبر الذي ينسبون إليه هو عبد الواحد. أيضا هناك فئات كثيرة من الأشراف منحدر منه. عندنا أولاد بن حليمة، عندنا أولاد المودن القصري وليس المودن العالمي اليونسي ولا اليملاحي، لأن كاين 3 أولاد المودن في بني عروس كلهم أشراف. ثم عندنا أولاد الخراز، ثم أولاد مرون، وأولاد الشعل، وأولاد المجاهد.
هذو من العائلات المنحدرة من عبد الواحد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام بن مشيش. بالنسبة لأحمد عندنا طائفة أساسية هما أولاد الطريبق وأولاد أفيلال، هما المنحدرة من أحمد بن عبد السلام بن مشيش. أما باقي طوائف الأشراف فهي منحدرة هي إما من أخوته أو من أبناء عمومتهم اللي كنتهوا إلى أبي بكر العالمي الذي قلنا سابقا إنه جدهم الجامع. بخصوص تفرع الأشراف أستاذ بلال الداهية، ونحن نتتبع سلالة المولى عبد السلام بن مشيش نجد عددا من ذريته من انتقل إلى المدن والقبائل المجاورة، وهناك من انتقل إلى الجنوب بالصحراء المغربية، فقبائل الرقيبات وماء العينين والعروسيين وهم شرفاء عالميون، لذلك نراهم يحرصون في كل موسم على زيارة ضريح مولى عبد السلام بن مشيش لصلة الرحم مع بني عمومتهم من شرفاء قبيلة ابن عروس. بل أبعد من ذلك، أن الأشراف المنوفيون في الحرمين الشريفين وفي مصر حتى هما من أولاد ابن عبد الوهاب. ثم عندنا في صحرائنا هذه القبائل التي تفضلت بذكرها اللي هي تنحدر أيضا من جبل العالم، وبعض منهم بقي كيسمي كثيرا العالمي، وهذا الارتباط اللي عندهم مولاي عبد السلام بن مشيش وهو يعكس هذا التلاحم الموجود بين شمال وجنوب أقاليم المملكة منذ العصور الوسطى في التاريخ المغربي، وهذا التماسك الذي يجمع تراب وطننا. الحديث يطول أستاذ بلال الداهية عن قبيلة ابن عروس، والوقت المخصص للبرنامج قد أوشك على النفاذ. شكرا الأستاذ بلال الداهية الأستاذ الباحث في تاريخ منطقة الشمال. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم في ربوع منطقة جبالة، على أننا سنواصل حديثنا مع الأستاذ بلال الداهية عن قبيلة ابن عروس في الحلقة القادمة بحول الله. شكرا لكم سيداتي سادتي على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.